لو فاكرة ان البونبون ده مجرد ملبسة صغيرة فيها سكر ومش هتأثر في الدايت، للأسف انتي كده ممكن تبوظي اسبوع كامل في ثواني. بس الغريب بقى ان ممكن تاكليها عادي وتخسي كمان. ازاي؟ خليني احسبها لك دلوقتي بالارقام. النهارده هنتكلم عن واحد من اكتر الحاجات اللي الناس تاكلها وهي مش واخده بالها، بونبون التفاح الاخضر والكولا. ناس كتير بتفتكره سناك خفيف، لكن الحقيقه انه مركز سكري جامد جدا. اول حاجه، كل 100 جرام من بونبون السعرات الحراريه 394 سعر حراري، بروتين زيرو، كربوهيدرات 98 جرام، دهون 2 من 10 جرام. يعني تقريبا كله سكر، مفيش بروتين مفيش دهون، مجرد طاقه سريعه. طب الجرام فيه كام؟ فيه 3.9 من 10 سعر حراري، 98 من 100 جرام كربوهيدرات، مفيش دهون ومفيش بروتين. يعني كل واحده صغيره تبقى سكر صافي. بونبون التفاح الأخضر أو الكولا الواحدة 5 جرام، فيها 18 سعر حراري، 4.9 من 10 جرام كربوهيدرات، مفيش بروتين مفيش دهون. يعني كل واحدة تقريبا معلقة سكر صغيرة. يعني 18 سعر رقم صغير، بس المشكلة مش في الواحدة، المشكلة ان محدش بياكل واحدة بس. لو 5 حبايات يبقى ب90 سعر حراري، لو 10 حبايات ب180 سعر حراري، لو كيس صغير ممكن يعدي 300 سعر وانت مش حاسس. طب ليه بيفتح الشهية؟ لأنه سكر سريع الامتصاص وبيرفع الأنسولين فجأة، وبعد نص ساعة تجوعي تاني فتاكلي أكتر من غير ما تحسي. طب ازاي ندخله في الدايت صح؟ أيوة نقدر ناكله عادي بس بالطريقة الصح، مش ممنوع لكن محسوب. يعني ازاي؟ بعد الأكل مش على معدة فاضية، حبايتين أو 3 بالكتير، يتحسبوا من حصتك اليومية، بلاش قبل النوم، بلاش وانتي جعانة. يعني لو نظامك 1500 سعر ممكن تاكلي 3 وحدات ب54 سعر حراري وتشيليهم من النشويات، كده مفيش مشكلة خالص. اللي بيبوظ الدايت مش نوع الاكل، بيبوظه هو الكميات. دلوقتي قوليلي في الكومنتات بتاكلي كام واحدة من بونبون في القعدة الواحدة. متنسيش تعملي لايك وشير، واستنوا الفيديوهات الجاية. سلام.